بعض المناطق الريفية حول بحيرة فيكتوريا، يجمع البعوض خلال فترات الذروة عندما تكون أعداده كبيرة جدا. تستخدم أدوات تقليدية لجمع البعوض مثل الأواني والأغطية القماشية. بعد جمع البعوض، يطحن ليصبح عجينة تعرف باسم كابيلابيا. تشكل هذه العجينة فطائر مقلية تسمى كاكو أو فطائر البعوض. هذه الفطائر غنية بالبروتين وتعتبر وجبة مغذية. لحم البعوض يحتوي على كمية عالية من الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن، مما يجعله مكملاً غذائياً مفيداً، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص البروتين. جمع البعوض واستخدامه كمصدر غذائي قد يساعد أيضاً في تقليل أعداد البعوض، مما يساهم في الحد من انتشار الأمراض مثل الملاريا. بالرغم من فوائده، هناك تحديات تتعلق بالتلوث والمخاطر الصحية المحتملة. لذا، يجب التعامل